راجل كان بيراقب القمر وفجأة خبط فيه من غير قصد. الفضائيين افتكروا إن الأرضيين بيهجموا عليهم فبدأوا يردوا على طول. الراجل اتخض جدا وجرى حط معدات المراقبة جوه غرفة الرصد، والقمر كمان اتخض واستخبى في المرصد. بعدها على طول الراجل استخدم برج التلغراف عشان يبلغ البشر في كل العالم. الناس دخلوا في حالة دفاع فوري وكل الكائنات استخبت ومستعدة تدخل حرب في أي وقت. بس نقار الخشب ما اهتمش خالص لما شاف الأخبار، لحد ما سفينة فضائية نزلت عند بابه. كانوا هيقتحموا بيت نقار الخشب. نقار الخشب طلع راسه يشوف في إيه، لكن ده جذب السفينة جوه البيت. خرج منها مجموعة فضائيين وافتكروا إن بيت نقار الخشب ده أكل. لما نقار الخشب شاف كده اتعصب جدا وجاب قاذف نار، لكن الفضائيين أكلوا النار على طول ودوا لنقار الخشب تسريحة جديدة. قبل ما يلحق يستوعب الفضائيين أكلوا البيت كله. نقار الخشب اتخض وهرب على بيت تاني، لكن الفضائيين ما سابهوش. شالوا الباب بنقار الخشب ورموهم على الأرض. ولما نقار الخشب كان على وشك يستسلم اكتشف إن الفضائيين في الحقيقة بيخافوا من الشريط اللاصق. وقبل ما الفضائيين يشنوا هجومهم الأخير على الأرض، نقار الخشب بسرعة مسك بكرة شريط، عمل منها شبكة عنكبوتية واصطاد بيها كل الفضائيين اللي على الأرض. بعدها نقار الخشب بقى بطل الأرض، وكمان استخدم أفواه الفضائيين الصلبة وعمل منهم منتجات مختلفة وبقى أغنى واحد في العالم.